السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. الفيديو ده انا عاملاه عشان اولادنا. عايزة اقول لكل اولادنا النجاح مش شيء صعب، مش شيء مستحيل، مش جبل كبير وبعيد صعب انك توصله او صعب انك تطلعه. لأ، النجاح سهل لو انت عايزه يكون سهل. النجاح بيبقى صعب على اللي هو مستصعبه. لو انت شفت ان النجاح سهل وانك تقدر توصله، هتقدر فعلا انك توصل للنجاح. اول حاجة لازم يكون عندك ثقة، عشان ثقتك في نفسك انك تقدر توصل للنجاح هي دي اللي هتساعدك انك تنجح فعلا في كل حاجة انت بتتمنيها. هتقدر فعلا انك تنجح لو انت فعلا شفت نفسك انك قادر انك توصل للنجاح. انما انت لو انت ما عندكش ثقة في نفسك وشايف ان انت انا لأ، انا ده المادة ديت صعبة عليا، المادة ديت انا مش هعرف افهمها، المادة ديت انا مش هعرف احلها كويس في الامتحان. لو انت شفت نفسك كده صدقني مش هتعرف تنجح بسهولة. انما انت لو انت شفت الصعب دوت حتى لو هو صعب، اقنع نفسك تماما ان هو سهل. العقل بيستجيب تماما للي انت بتقوله. العقل بيستجيب تماما للي انت بتوصله. دي رسائل انت بتوصلها لنفسك، وعلى الرسائل اللي انت بتوصلها لنفسك هو اللي بتكون عليها النتيجة. انا اعرف واحدة كانت بنتها عندها مادة الماس كانت صعبة بالنسبة لها جدا، وكانت بتقعد تبكي وتبقى حزينة وتبقى مش فاهمة، وما تبقاش حتى فاهمة بنسبة 50%، وبتحتاج دايما إن حد يعيد لها المعلومة مرة واتنين وعشرة عشان بس تفهم مسألة واحدة. لما عرفت إن العيب عندها وعرفت إن فعلا المشكلة كانت عندها، إن هي كانت دايما مهما حد قال لها ان المادة دي سهلة كانت تقول لهم لا المادة دي صعبة. مهما كان حد يقول لها انت ممكن تقدري لو انت بذلتي شوية مجهود تقدري ان انت تفهميها بسهولة، كانت تقول لهم لا انا حتى لو قعدت اذاكرها طول اليوم برضو مش هفهمها، برضو مش هتوصل في دماغي. وفعلا لما بدأت البنت ديت ان هي تستجيب للمدرس اللي هو قال لها ان انت لو حولتي المادة ديت لمادة سهلة في دماغك هتبقى فعلا المادة سهلة عليك. بدأت تسمع كلام المدرس، وبدأت كل ما تيجي تذاكر المادة او تذاكر درس منها تقول لنفسها الدرس ده سهل وانا هقدر ان انا افهمه بسهولة. وكانت كل ما تقابلها مسألة صعبة تقول لا هي مش صعبة، هي سهلة، وانا لو اشتغلت عليها شوية هقدر ان انا احلها. مرة مع مرة مع مرة مع مرة لحد عقلها ما استجاب للرسائل اللي هي عمالة تبعتها لعقلها إن فعلا المادة ديت سهلة. بس الحكاية مش ثقة في قدراتك وبس، لأ، تاني حاجة ودي مرتبطة بالحاجة الأولانية، المجهود. لازم إن أنت تبذل مجهود، لازم إن أنت تبذل مجهود، ومجهود مش شوية، لأ مجهود كبير، وتتعب كتير عشان خاطر توصل للنجاح بسهولة ويسر. لو أنت ما بذلتش مجهود مش هتنجح، مش هتوصل لهدفك، مش هتفرح بنفسك وبنجاحك. عشان تفرح بنجاحك وتستمتع بنجاحك اتعب عليه، اتعب واشتغل على نجاحك هتوصل له، اتعب واشتغل على هدفك هتوصل للنجاح بسهولة ويسر. تالت حاجة احنا محتاجينها، يبقى أول حاجة عندنا إنك تبقى واثق جدا في قدراتك بنفسك. تاني حاجة إنك تبذل مجهود، والمجهود دوت ما يبقاش مجهود قليل، مجهود كتير، هتلاقي نفسك فعلا توصل للنجاح. تالت خطوة عشان تقدر تحقق هدفك أو توصل للنجاح
محتاج لصبر. هي الحكاية مش هتيجي معاك كده على طول، لأ، صبر، لأنها هتاخد منك وقت كبير لحد ما توصل فعلا لهدفك اللي انت عايزه أو اللي انت رسمه. زي الزرعة، انت لما بتزرع الزرعة ديت انت خدت البذرة حطيتها في الأرض، هل هي في نفس اليوم هتطلع لك النبتة؟ لأ. تاني يوم هتطلع لك النبتة؟ لأ. بتاخد وقت عبال ما تطلع لك النبتة، وبتطلع واحدة واحدة. وطول ما انت ما بتسقي الزرعة ديت، طول ما هي ما بتبدأ تكبر وترعرع. نفس الحكاية لو انت اشتغلت على هدفك دوت وبقى عندك ثقة في قدراتك وفي نفسك وبذلت مجهود كبير، هو ده السقي اللي انت بتسقيه لزرعتك. المجهود صبر علشان تشوف الزرعة بتاعتك ديت وهي بتكبر وتتحول من بذرة لزرعة كبيرة، وتبقى فرحان بنجاحك، فرحان بإنك وصلت لهدفك. هيبقى النجاح ليه طعم وقتها لأنك تعبت عليه. دايما إحنا الحاجة اللي بنتعب عليها بنحس بقيمتها، بنبقى سعداء قوي وقت ما بنحصل عليها. إنما الحاجة اللي بتيجي بسهولة بتبقى ملهاش قيمة، حتى لما انت بتنجح فيها بتلاقي نفسك مش سعيد بيها زي الحاجة اللي انت تعبت فيها. فربنا ينجح كل أولادنا، واتمنى لكل أولادنا النجاح والتفوق والوصول للقمة بإذن الله عز وجل. وربنا يفرح كل أولياء الأمور بأولادهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.